السلام عليكم. لو مش بتتابعوني أنا شيماء، أهلا بيكم في قناتي. النهاردة هعمل لكم محشي الكرنب أو محشي الملفوف بطريقة سهلة وبسيطة، بداية من سلقها وتقطيعها وحشوها ولحد آخر مرحلة اللي هي السوا. هنشوف مع بعض سر اللمعان وسر فلفلة الرز بتاعها واللون الأحمر الجميل. هنا هنجيب الكرنباية بتاعتنا، هنقطعها بالطريقة التقليدية بتاعتنا اهو. هنشيل الراس بتاعتها كده اللي من فوق، علشان تبقى معانا سهلة وبسيطة. اهو كده شلنا اول حتة فيها. هنقطع باقي الراس بتاعتها. شايفين فكت ازاي؟ هتفك كلها من بعضها كده بسهولة. بمجرد ما احنا قطعنا الراس بتاعتها هتلاقيها كلها فكت من بعض. شايفين اهي كده خلاص، هي كلها كده فكت خلاص. هنجيب علبة كبيرة كده او طبق كبير، هنحط فيها كده الورق بتاع الكرومبة بتاعتي. هنرصها كويس عشان ما تتبهدلش مننا، عشان ما يبقاش صعب ان انتي آه يعني تسلقيها. شايفين بتفك بكل سهولة ازاي؟ لا هي محتاجة تتقطع قطع صغيرة ولا اي حاجة. هي فكت بسهولة خالص اهو. شايفين؟ هنخرج الورق كله كده. سهلة والحمد لله مش بتتقطع معانا اهو، سهلة جدا. هنا بقى الوزة بتاعتنا دي هنسيبها كده على جنب علشان برضو هنحشيها. هنا بقى الحتة اللي أنا بحبها، أنا بحب أغسل الكرنب هنا، يعني أنا بحب أغسله بصراحة بالمية كويس علشان لو في رقات أو حاجة تنزل، أو في أي حاجة يعني شوائب أتربة أي حاجة تنزل على طول. أهو أنا كنت غسلته خلاص ونضف. شايفين؟ مفيهوش أي حاجة كده، هيبقى جاهز على السلقة على طول. هنجهز حلة على النار، هنحط لها معلقتين كبار من الملح. مش هنحط أي حاجة تاني، لا هنحط كمون ولا هنحط أي حاجة تاني. طبعا هي وصلت لمرحلة الغليان خلاص. هنحط الورق بتاعنا كده اهو، هنحطه على العصب بتاعها، يعني مش هنحطه على الوش، لا هنحطه على العصب من ورا كده علشان هو اللي بيحتاج تسوية يعني اكتر شوية. بالظبط وقت التسوية من 10 ثواني، ممكن اقل وممكن اكتر بثانيتين، يعني ممكن 10 12 ثانية وممكن 9 ثواني 8 ثواني على حسب نوع الكرنبة معاكي. ما تزوديش عن كده علشان ما تهريش معاكي. هنا هنجيب اي حلة عندك او اي طبق كبير ونحط عليها المصفى بتاعتنا. هتقولي ليه هنحط المصفى؟ هقولك علشان اي مية زايدة هتنزل في الطبق الكبير بتاعنا، فمش هتخلي الورق يستوي زيادة، يعني يعني هتدي فرصة للورق ان هو ياخد هوا كده وما يبقاش سخن ويعجن، او الورق يبقى دايب كده. شايفين بالظبط؟ اخدت معايا 10 ثواني على الوشين، يعني 5 كده و5 كده، أو يعني 6 كده و6 كده على حسب ما انتي برضو هتشوفي الكرنباية اللي تحت ايدك عاملة ازاي. أنا هنا مش قصة أي حاجة من الفيديو في الحتة دي علشان أوريكم وقت السوا. خلاص كده هي كانت خلاص. هنا هطلعها أو زي ما قلتلكوا هنا أخدت 10 ثواني بالظبط. برضو بتختلف على حسب نوع الكرنبة، يعني بتختلف على حسب نوع الكرنبة نفسها. هحط الكمية التانية نفس مدة التسوية.
أنتِ لو حابة تحطّيها كلّها تقطعي الراس اللي من فوق وتحطّيها كلّها في المَيّة وتطلّعي ورقة، ورقة بحيث إن هي مش هتتقطّع معاكِ، ماشي، بس أنا حاسة إن الطريقة دي أسهل شوية علشان لو حد مبتدئ أو لسه بيجرّب إن هو يعملها، فبتبقى إيه، سهلة إن هو ياخدها ورقة، ورقة كده. أهو شايفين هاقلبها كده على وشّها التاني، برضه مدة التسوية كانت 10 ثواني بالضبط، وأهو هاخرّجها شايفين الورقة يعني كده حلوة ماسكة نفسها أهو، وفي نفس الوقت يعني بداية إن هي إيه، هتدوب يعني، تبقى طرية. هنصفّي كده كويس، زي ما قُلنا هنحطها على المصفى، نحطهم بعيد عن بعض شوية كده لحد ما أول ورق يكون هدي كده شوية وصفّى المَيّة بتاعته. هنا بقى لحد ما باقي كمية نسلقها نجهّز على النار قد كده من ربع لنُص كوباية من الزيت، هنحطها ونحط فيهم 4 بصلات متوسطين، أنا حطيت بصلتين من الأحمر وبصلتين من البصل الأبيض وشوية من الملح، ومعاهم 4 فصوص بالضبط من التوم، كله ده مع البصل. أنا عملتهم في الكبة، ممكن تعمليهم في المبشرة عادي، وممكن تقطّعيهم تقطيع بس هيبقى تقطيع ناعم مش ناعم أوي ومش خفيف جدًا، علشان لو خفيف هيبقى زي المَيّة معاكِ، يعني ما يبقاش مبشور جامد ولا يبقى مفروم جامد. هنا هنحط معلقة من السمنة، ممكن تحطّي سمنة بلدي عادي، بس أنا يعني الشوربة عندي تقيلة شوية، فمش هاحط سمنة بلدي. البصل مش هاخلّيه يوصل لمرحلة إن هو يبقى محمِر جامد، لأ يا دوبك كده إن هو يبقى لونه دهبي حلو، وتمام كده. هنفضل نقلِّب كل شوية والتانية البصل بتاعنا علشان ما يتحرقش. الوصفة سهلة وبسيطة وهنقدر نحضّرها بكل سهولة إن شاء الله. داخل علينا كده الشتا، فيعني بيحتاج محشيات كتير، فالطعم هنا جرّبي الطريقة دي هتلاقيها عجبتِك جدًا، وإن شاء الله هتعتمديها في كل المحشي بتاعِك إن شاء الله. هنا شايفين اللون جميل إزاي؟ أهو ابتدى اللون ياخد اللون الدهبي كده، هنسيبه برضه شوية لحد ما يبقى لونه دهبي أكتر من كده شوية. شايفين؟ ده تقريبًا اللون اللي إحنا عايزينه، يعني إحنا عايزينه باللون ده. كل ما هتخلّيه غمق كل ما هيبقى طعمه يعني تقيل شوية، البصلة لمّا تبقى لونها دهبي بيبقى طعمها حلو جدًا مسكّر كده في المحشي بتاع الكرنب، تمام كده. هنا بقى التركاية بتاعتنا هنحط معلقتين من الصلصة، عندِك صلصة جاهزة، أنا الصلصة دي أنا كنت عاملاها حاطاها في الفريزر، أخدت منها معلقتين كبار. لو عندِك جاهزة حُطّي، لو عندِك إن أنتِ مفرّزاها وحاطاها حُطّي منها معلقتين وقلّبيهم مع البصل بتاعنا، هنقلّبهم شوية كده لحد ما ياخد لون حلو كده مع بعض. هنا بقى هنجيب نُص كيلو من الطماطم أهو، نحطها على التسبيكة بتاعتنا، هنقلّب كويس لحد ما تغلي معانا، هنقطّع مع بعض ورق الكرنب، شايفين؟ هنا هنشيل التعصيبة بتاعتها من فوق أو العصب بتاعها من فوق كده.
ما نرميش العصب ده هنحتاجه. هاقول لكم هتحتاجوه في إيه. هنركنه على جنب كده. هنقطّع الكرنبة بتاعتنا على حسب الصوابع بتاعتنا ما إحنا عايزينها. أنا قطّعتها هنا على 3، فهي كده الحتّة التالتة دي باسيبها زوايد، لو في حتت ناقصة معايا بازوّدها بيها. أهو شايفين؟ باضُم الورقة على بعضها كده وباسويها. التسوية كانت مضبوطة جدًا، سلق الكرنبة كان مضبوط جدًا، الوقت بتاعها أهو، لا هي شديدة ولا هي طرية جدًا إن هي تبقى مهرية معايا. هاطبّق الورقة زي ما إحنا بنطبّقها كده، وهنقطّعها برضه على 3. الطريقة دي طريقة ماما وحماتي بيعملوها بيها دايمًا، أنا أخدت الوصفة منهم. وهي بقت طريقتي المعتمدة مع شوية إضافات كده عليها. أهو قطّعناها كده بنفس الحجم بتاعها علشان يبقى الصباع شبه أخوه. هنا كان خلاص استوى معجون الطماطم أو التسبيكة بتاعة الطماطم بتاعتي. شايفين حمرا إزاي، لونها جميل جدًا. هنا بقى لو أنتِ حابة تلوّني اللون أكتر تحطّي نُص معلقة من البابريكا وده اختياري، هو اللون مش محتاج بصراحة. معلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من الكمون، الاتنين مطحونين طبعًا. معلقة هرمية كده مليانة صغيرة بس مليانة، أو ممكن تحطيها كبيرة براحتك يعني. نُص كيلو من الرز، أنا حطيت نُص كيلو وشوية يعني ونُص كوباية، فلأ ما كانش محتاج النُص كوباية بصراحة، هي كانت زايدة شوية. هي بالضبط كانت واخدة نُص كيلو. غسلته كويس ومن النشا اللي فيه وصفيته. وهنا حطيت حزمة كزبرة، والحزمة التانية من الشبت اللي هو الشمار. هنا أهم حاجة ما نحطش البقدونس، لأن البقدونس بيغيّر طعم الكرنب بتاعي، وما نحطش برضه النعناع. هنا التركاية بتاعتي باحط بصلة مبشورة ناعم جدًا، يعني بصلة نيّة، فأنا بابشرها ناعم كده وباحطها على التسبيكة بتاعتي هي وخلاص، عشان يبقى طعمها جميل جدًا. وفي طبعًا حتّة أنا كنت حاطة قرنين من الفلفل، واحد حامي وواحد بارد. حطيت معلقة من الملح، هنضبّط الملح هنا على حسب الرغبة، لو احتاج تاني ماشي، لو ما احتاجش خلاص أنا كده تمام كان معايا، عشان كنت حاطة ملح في البصل في الأول. هنقلّب كده المكونات بتاعتنا، شايفين اللون بتاعها حلو إزاي؟ طول ما إحنا ماشيين كده هنقول مع بعض تريكات علشان تحافظ على اللون جميل وأحمر كده وحلو ويبقى لامع معاكِ. هنشوف دلوقتي هنحط له إيه. هنا بقى المكون اللي هيخلّي المحشي بتاعِك لامع وجميل، وهيخلّي لونه حلو ومن جوّه مفلفل. هنحط بالضبط 4 معالق من الزيت، 4 معالق كبار من الزيت. الزيت بيدّيه لمعة جميلة جدًا، وبيخلّي الرز مفلفل كده مع بعضه، ما بيخلّوش معجّن ولا حاجة، بالعكس بيخلّي كل رُزاية مفلفلة كده. هنقلّب كده مع بعض. أنا مش عايزة أقول لكم على الريحة بتاعة التسبيكة بتاعة المحشي دي، يعني اعتمديها وهتدعي لي. هنا كان خلاص إن أنا هاحشي الكرنب بتاعي. هاجيب صينية كده أو طبق أو أي حاجة كبيرة. دي بقى اللي إحنا قُلنا عليه قبل كده، اللي هو العصب بتاع الكرنب أو التعصيبة بتاعة الكرنب. هنقسمها كده في النُص نُصّين كده على طولها، بدل ما نحط الورق ويتحرق من تحت، هنحط العصب بتاع الكرنب عشان يطلّع المَيّة بتاعته، بيبقى طعمه جميل على فكرة. هنرصه كده في قاع الحلة بتاعتنا. وكان عندي عيدان الكزبرة وعيدان الشمار أو الشبت بتاعي، هنحطها عليهم برضه. دي البواقي اللي هي اتبقت منّي، اللي أنا قطّعتها في الأول. هتدّي طعم ونكهة جميلة جدًا الكرنب على فكرة.
لو انت حابة برضو تقطعي بصلة حلقات كده من تحت وتحطيها في القاع مع العصب بتاع الكرنب ماشي. الكرنب يعني كل ما تدلعيه بيديك كرنباية طعمها حلو جدا، يعني كل ما تدلعيه هيبقى طعمه حلو جدا. هنا بقى هقطع الحتة ازاي ده اهو، شايفين الورق كده نفس الحجم. لو انت حابة اكبر من كده ممكن تقطعيه اكبر من كده يعني. هنحط شوية كده على طرف الورقة بتاعة الكرنب بتاعتي، هنلفها كده كويس، هنضغط شوية اهو شايفين. انا بقفلها من ناحية، ما بسيبهاش مفتوحة من ناحيتين، بقفل من ناحية واحدة بس، بضغط من ناحية واحدة بس، فطبعا الكاميرا مش جايباها للأسف اهو. انا ضغطت من فوق وسبتها مفتوحة من تحت، ما بقفلهاش من ناحيتين او ما بسيبهاش مفتوحة من ناحيتين. فانتي براحتك برضو على حسب ما انتي متعودة تلفيها. انا متعودة ناحية وناحية، يعني اسيب ناحية واقفل ناحية. اهم حاجة ما يكونش فيه رزاية زيادة من بره علشان ما تخليش الكرنب بيعجن او يعني يبقى فيه كده رز من بره ويبقى شكله مش حلو مش لطيف. هنجرب واحدة تاني معاكم وبعد كده هعمل باقي الكمية وارجع لكم تاني. شايفين الورق شفاف ازاي، وفي نفس الوقت مش مهرية الورقة بتاعتي ومش مش جامدة او شديدة شوية، لا مظبوطة. وقت التسوية أو وقت السلق بيعتمد على نوع الكرومبة بتاعتك. أهم حاجة تعرفي إن هي يعني هتاخد سوا كتير ولا لأ. شايفين الصباع حلو ازاي رفيع، أنا عارفة أنا ما بعرفش أعمله غير كده على فكرة. نجرب واحدة تاني طيب. شايفين عامل ازاي اهو، الصوابع قد بعض مظبوطين بالملي علشان قطعناه كله مع بعضه. شايفين اهو، كنت خلاص رصيته كده هنا واهو. يعني ترصيه دايرة كده، لو انت عندك الحلة المربعة هيبقى افضل من كده شوية، بس انا بعملها في الدائرية دي حلوة خالص اهو. واهم حاجة يبقى مرصوص كده عكس بعضه علشان يدي فراغ للشوربة بتاعتنا، ان هي تنزل في قاع الكرنب من تحت ويبقى مستوي في كل الاتجاهات، ما يبقاش ني من النص او من الاطراف اهو. هنا خلاص هنسويه. نسينا الوزة بتاعتنا، انا شلت كام ورقة كده من فوق وحشيتها من جوه اهي بالرز، وهنزلها في التسوية مع محشي الكرنب بتاعي، هحطها في النص كده. على فكرة طعمها جميل جدا ومسكرة خالص، انا بحبها جدا. هنا بقى الشوربة بتاعتي، الشوربة هنا تقيلة شوية فانا نزلتها شوية مية كده. شايفين اخر صباع من الكرنب شايفين اهو، ده بقى ما يعدّهوش الشوربة، يعني ما تعدّيش الشوربة، تعدّيه حتّة صغيّرة أو يبقى في نفس المستوى أهو شايفين. هنا هاهِز الحلة بتاعتي أهو، الصباع اللي من فوق نُصّه في الشوربة ونُصّه من تحت. هنا بقى هاجيب طبق كده يكون تقيل واضغط بيه على الكرنب بتاعي واغطّيه. هنا كان خلاص قرّب يستوي، فأنا شِلت الطبق علشان ما يضغطش عليه زيادة أهو. هنا كان خلاص استوى، شايفين اللمعان، أنا كنت على فكرة حطّيت معلقتين زيت من فوق بس التصوير برضه ما جابهمش. شايفين اللمعان؟ مش عارفة أقول لكم إيه، شايفين بيلمع إزاي من فوق؟ أهو هنا خلاص بعد ما استوى، استوى جدًا وطعمه جميل جدًا، والرز أهو حبة بحبة ومفلفل. هافتح لكم واحدة تانية عشان أنا بس كنت ماسكة الموبايل فأنا مش عارفة أفتحها. شايفين؟ أهو اللون أحمر وجميل والرزاية مفلفلة بتاعتي وطعمها حلو، حبة بحبتها أهو. باوريكم إن الرز مش معجن وبيلمع وبتلمع جوه وبره، طعمها جميل جدًا ولذيذة جدًا أهو. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير وسبسكرايب.